في اسم الفتاح عبد المنعم هذاك اللي دابا اللي مشدود في القضيه ديال الشبكات المخدرات في الدار البيضاء، قال لي حتى يكون اسم العقاري وغادي نخرج غادي نديب الدار. ايوا علاش نزل فيه قرار ديال الهدم؟ قال لي ما نعرف. قالها لي العامل عبد الوافي الفتيت عامل اقليم الناظور، غير انا ذكرت له الجنرال ميمون ومصطفى المنصوري رئيس مجلس الامه، قلت ها هو شنو كيدير، شوف رئيس الامه شنو كيدير، ابقى عليا هروبا وتخوفا. قال لي انا ما فهمتش، بحال انا كنهضر معاه شي لغه ماشي عربيه كاع، انا ما فهمتش هذه القضيه. قلت له هذا الملك هذا الحبس اللي دوزت عامين ظلما وعدوانا انا تم عليا بالاوراق ديال الدوله 12597. قال لي انا ما فهمتش. صافي انا مشيت بحال العجب سيدي، انا كتبت 50 جورنال ودرت 270 شكايه وظهرت في موقع يوتيوب، موقع الشهير امام انظار العالم، حتى شي واحد ما رجع ليش الخبر. ومن تماك بقيت انا كنكتب الناس الحكام والرؤساء ديال الاجانب، كتبت لساركوزي، كتبت لبابا الفاتيكان، كتبت لخوان كارلوس ملك ديال اسبانيا، كتبت الامير ديال قطر، كتبت البوتفليقه. قلت لعل وعسى هما عندهم تماك شي ديوان غادي يقراو الجرائد ديالهم والشكايات ديالهم، لحقاش حنا الديوان ديالنا عندنا هنا في المغرب في المملكه السعيده ربما فيه شي واحد ما كيشوفش القضيه ديالها، لان تماك بزاف ديال التدخلات، لان جنرال ميمون كيكون في القصر ديال الحرس الملكي، وخوه مصطفى رئيس مجلس الامه ربما هذاك اللي كيكون في القصر الملكي في الديوان ديال سيدنا ما كيشوفش. انا القضيه ديالي دارت الفضيحه في البلاد، انا ما رجعوا ليش الخبار، ما قالوا ليش، حتى الله ينعر الشيطان راه كتكذب انت واحد المنافق، واه غير كتكذب على الناس. والديوان الملكي اللي عندنا هنا حنا في البلاد عمره ما صيفط لي شي لجنه غادي دير معايا شي بحث على هذا الشيء، اللي على هذه الاتهامات اللي كنتهم هاد المسؤولين اللي عندهم المناصب الحساسه، بغاو يطمعوا في الضعيف. المنصوري المنصب اللي عنده كيخلع وبغى يطمع فيا انا ويديني رزقي بطرق غير شرعيه، بطرق مزوره، جاب لي 5 د الاشخاص وهميين، وخاصه الغول ميمون مات في 72. عيب الله، واش كاين شي بنادم مات في 72 هما داروا ليه المحضر الشرطه القضائيه اللي عوج بوبكار في 2001، وكنمشي عند المسؤولين كاملين في الناظور ما كيعطيونيش الوقت وما كيصفروش عليا كاع انا في هذه القضيه، لا من ناحيه الوكيل العام، لا من ناحيه وكيل الملك، لا من ناحيه المحافظه، خاصه الوكيل العام احمد رشيد هو اللي نعس لي هذه القضيه، هو وبن مهدي ورئيس المحكمه بن عجيبه. عاد غير هذه الايامات عاد صيفطوا لي واحد الحكم قال لك ديال مدني 332 صيفطوه لي للدار، ما كيحشموش الناس وهميين ما كاينينش، هما كيصيفطوا لي الاحكام بعون القضاء. شكون اللي كيصيفط هذا الحكم؟ ماشي المنصوري، هذا اللعب ديال المنصوري بغى يديني رزقي وربي يشوف العبد يشوف، ما حشمش. هذا المنصوري ما كيخاف لا من الله لا من الدوله لا من الشعب، والو ما كيحشمش ما كيخافش. شنو بقى ليا ندير انا في هذه القضيه ديالي اللي ما بغاتش تحل؟ 8 سنين ولا كنطلع فيها وكنهبط فيها، ما خليت فين نكتب. دابا بقى ليا ندير غير واحد المثل، مثل الشعبي المغربي، نديرها الطرد البلدي. واش ننقلها دابا للقنوات الفضائيه العالميه، واش ننقلها للجزيره، واش ننقلها للدوزيام وزايدون؟ علاش غادي نمشي انا للجزيره؟ الجزيره مشيت عندها في 2007 قدمت لها تماك طلب ومشيت عندهم حتى المقر ديالهم ما بغاوش يستقبلوا ليا. دابا هذاك اللي كيديروا هذاك الشعار اللي كيديروا في التلفازه غير هضره الخاويه، غير كيهبجوا به الناس. انا القضيه ديالي ما بغاوش يدوزوها، لان كاين تماك المنصوري اللي اتصل مع المقر ديالهم في الرباط، لحقاش كتبت لهم طلب وحكيت لهم القضيه ديالي والمشكل ديالي، قلت باش يرجع الخبر سيدنا صاحب الجلاله امير المؤمنين، وفي التالي ما بغاوش يدوزوها لا الجزيره لا الدوزيام. والدوزيام انا كنخلص الضريبه في الضوء، انا مواطن مغربي كنأدي الواجب في الورقه ديال الضوء على الدوزيام. علاش ما بغاتش دير معايا البرنامج وتفتح تحقيق في هذه القضيه؟ انا شفت القضيه اللي كيدوزوا في التلفازه غير القضيه ساهلين، ومعنى هذه القضيه ما بغاوش يدوزوا. هذا هي تعتبر من الفضائح الكبرى اللي قام بها المنصوري هو واخوه الجنرال ميمون ومصطفى رئيس الامه، تعتبر
الفضيحة من فضائح الكبرى، واحد الجريمة اللي قاموا بها وسلبوا مني رزقي ظلما وعدوانا، داروني في الحبس عامين ديال الحبس ليل ونهار تساوي 4 سنوات وراء القضبان اللي دوزت هذا. الجزيرة كدير واحد الشعار في التلفزة، انا نقلته من التلفزة. شعار الجزيرة هو منبر من لا منبر له، رأي ورأي آخر. دابا بقى لي هذه القضية غادي نرفعها للصحافة بلا حدود والقناة بلا حدود. أنا كنوجه واحد المسؤولية للمدير العام ديال قطر، ما علاش ما بغاش يدوز لي هذه القضية ديالي. وتنشرت حتى في الموقع ديال اليوتيوب فضيحة 3 هكتارات في الناظور نهار 16/4/2008 لحد الساعة حتى شي واحد ما كيجاوبنيش. حتى هاد الناس اللي كنتهم هنا جنرال ميمون ديال الحرس الملكي ورئيس الأمة مصطفى خوه، مالهم داروا راسهم ما كيسمعوش ولا ما كيشوفوش الجورنال؟ علاش ما جاوبونيش على هاد الاتهامات اللي كنتهمهم؟ وبغاو يديوني رزقي لحقاش ديك المساحة كتسوى 30 مليار. ميمون المنصوري بغى يديها. وفي الأخير أستنجد بعاهد البلاد أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، غادي من أجل التدخل لقضيته التي سجلت فيها شكاية في 2005 13469 العدد ديالها. دابا كنطالب امير المؤمنين صاحب الجلاله باش غادي يدخل مع هاد الاخوه وغادي يدير لهم الحد ديالهم، لان هاد الناس ماشي القانون فوق الجميع، هما اللي فوق القانون، وخاصه الجنرال ميمون المنصوري ديال الحرس الملكي ورئيس الامه مصطفى المنصوري رئيس مجلس النواب، وواحد الاخ ديالهم المنصوري البشير قائد مقاطعه الثانيه بالناظور. هاد الناس اللي بغاو يديوني رزقي يا امير المؤمنين يا صاحب الجلاله، لان هاد الناس عندهم مناصب حساسه، انا ما نقدش ما غاديش نقد ندير معاهم شي شكايه ولا في اي بلاصه كتحرك كيسدوا عليا البيبان. دابا بقى لي غير الشكوى عند الله والملك ديالي، هو اللي عنده القوه غادي يدخل مع هاد الناس، لان كلشي مساهم معاهم من الناظور حتى الرباط، كلشي مساهم معاهم. فيما قدمت انا الشكايات ديالي كيحبسوهم، مساهمت معاهم المحكمه الابتدائيه لا الاستئناف لا المحافظه لا العماله لا الشرطه. وبوبكار العوج رئيس الفرقه عميد الشرطه مازال عاد كيجور وكيصور بكل حريه، ما داروا معاه والو. عييت ما نكتب معاه الشكايات، استمع البنادم ميت في 72 وزور لي المحضر، وهو السبب ديال الاعتقال ديالي وحرمني من الرزق ديالي، لان هذاك البلاد وكان بغى يجيبها المنصوري من التعليمات ديال المنصوري. الاخوه الاشقاء هما 3 بهم، وهذه العائله ديال المنصوري راه حربوا جبل العلوي اكبر حي عندنا في المدينه ديال الناظور، حربوهم الطوبيس من حافله النقل. كامل المناطق اللي عندنا في الناظور عندهم الطوبيس، غير ذاك البلاصه جبل العلوي ما عندهمش الطوبيس، لان ما عندهمش تماك المصلحه لحركه السير ديالهم اللي كتحرك تماك، وما غاديش يحرموا تشفين من الشبار ديال الارض يديو له رزقه. وكنطالبك يا امير المؤمنين يا صاحب الجلاله بوجه الله سبحانه وتعالى غادي تحل لي هذا المشكل. ما كاينش شي واحد اللي غادي يدخل في هذا المشكل الا امير المؤمنين صاحب الجلاله، وانا في عارك وعار ولي وعهدك مولاي الحسن، الا ما دخلتيش مع هاد الناس دير لهم الحد ديالهم وغادي تنصفني، وكنستنى الانصاف من جلاله الملك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.